متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. وقولوا آمين. يا كبيدتي يا عوينتي يا الحيمتي يا الشيمتي يا شيبرتي يا شري يا رجيلتي. غير ضحكين. ايوا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ داري لاباس؟ موالين الدار، العائله، لا فامي، الحباب، كلشي بخير؟ الجيران، موالين الدوار. موالين المدينه كاملين، موالين البلاد. ايوا بغينا تكونوا كاملين بخير وناشطين. اما حد يدانا ما كان غير النشاط والضحك ان شاء الله. الله يدومها علينا هاد الضحكة وعليكم كاملين يا حبابي يا حباباتي. ايوا اش اخباركم؟ مع ان هادشي اللي وقع اليوم داكشي لا يبشر بالخير. ايوا ما علينا، الرجا في الله. الا ما كانش العداله في الارض راه كاينه في الارض، كاينه في السماء وكتطبق في الارض، ماشي حتى يمشي الانسان الاخير عاد تطبق. والله الا كتوقع في الارض. غير الانسان شي مرات كيكون ملهوف ولاهي، كيكون كيدوز العقاب في الدنيا وما سيق خبر، وما كيعرفش بلي داك العقاب اللي كيدوزو ديال شي حاجه خايبه دارها مسبقا، ولا ظلم شي واحد، ولا تعدى على شي واحد. هادشي انا كنشوفو كيطبق في الارض، ما بالك عاد في السماء. المهم كنا جالسين ما بينا ما علينا، كنتفرجوا في السريعه، كنمتعوا عويناتنا بديك الكريشه، كنوزنوها كنحضيوها. كنشوفوا اش من شكل خدات هاد النهار، واش مستطيل ولا مثلث ولا هرم. ايوا المهم لقيناها خباتها بداك التريكو غليظ. كنا مستعدين باش ندير لكم شي فيديو اخر، ولكن معليش غادي نحطو مول هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى تهجموا عليه وتنجموا على هذا الفيديو، تهجموا بجميع قواكم العضليه، باللايكات وبالاشتراكات بارطاجيو فين ما لقيتو، يا في واتساب يا في فيسبوك يا في انستغرام يا في فين ما اي وسيله ديال التواصل، غير بارطاجيو، رمي وصافي، رمي ما تخسروا والو، والله ما تخسروا والو. بالعكس كتديو ادعاوي ديال خالتكم حديدانه دائما كتدعي معكم بالرزق والتيسير ويسهل الامور ديالكم. الله ينجح وليداتكم ان شاء الله. الله يخليكم وليهم الدار اللي عندها شي مشاكل، الله يفك وحيلها، الله يفك ليها المشاكل وتعيش حياة هنيئة مبسوطة، لأن هذه الحياة ما تستحق حركات. الله يخلي لكم وليداتكم والأمهات ديالكم والوالدين ديالكم كاملين، الله يخلي لكم كل ما عزيز عليكم. واللي كيتمنى شي حجة الله يرزقها ليه، واللي كيبحث على شي عمل الله يرزق بشي عمل، واللي كيتمنى شي حاجة الله يحققها ليه إن شاء الله. قولوا آمين. ايوا ما تنسوناش باللايك ديالكم، ما تنسوناش بالبارطاج وبالاشتراكات. المهم كنشكر هذوك الناس اللي دخلوا عليا مؤخرا، كنشكركم بزاف، وكنشكر حتى المتابعين ديالي القدامى وحتى المشاهدين اللي غير كيتفرجوا. مرحبا بكم على الراس والعين. درتوا اشتراك ولا درتوا لايك ولا ما ديروش، على الراس والعين مرحبا بكم انتم والخطر ديالكم. فين ما لقيتوا راحتكم هي هذيك. المهم حنايا عندنا الاساس هو نتوما تكونوا مرتاحين. ايوا ما علينا. واش سمعتوا اخر الاخبار؟ واش تصدمتوا بمعنى اخر؟ الناس اللي كانت متبعه القضيه ديال آية اللي اغتصبها، خلينا نفرقع داك الطبوز، خلينا نفرقع عليه. عارفينه البيدوفيلي. انا داك الولد ما عرفت، شي مرات كنقول واش الذنب ديالو هو ولا الذنب ديال والديه اللي ما رباوهش تربيه حسنه، وشي مرات كنقول ما يمكنش شي حاجه خايبه، نقول قدر الله ما شاء فعل. ما يمكنش، لان الله سبحانه وتعالى كيقول لنا الحاجه زوينه من عند الله والحاجه الخايبه من عندكم، لان العبد راه مخير ماشي مسير. باش نعرفوا هذه القضيه، لان كيوري لنا الطرق واللي
نمشيو عليهم في الحياة، ما هو حلال ها هو وما هو حرام ها هو. والاعتداء ما كيبغيه لا العبد ولا الرب، باش نكونوا واضحين. وهاد البنت هادشي اللي دوزوا عليها، هاد البيدوفيلي راه كبير ماشي صغير. هادشي اللي دوزوا عليها راه بزاف، راه ضيع عليها حياتها، ضيع عليها شرفها، ضيع عليها كرامتها، مستقبلها كامل وصورتها قدام المجتمع. وخصوصا هذا المجتمع ما كيرحمش، واخا عارفين الحقيقة راهم كيشوفوا فيها وعارفينها كما هي، ومع ذلك دائما كيردوا اللومة في البنت واخا تكون عندها 6 سنين. وسبحان الله هذا المجتمع عجيب وغريب الأطوار. عجيب وغريب الأطوار. اش غادي نديروا ليه؟ مجتمع ذكوري من ايام الجاهليه او ما قبل الجاهليه، ولكن راه كلشي يعني قابل للتغيير. علاش حنا ما نغيروش هاد الافكار ونحسنوا من المجتمع ديالنا ونحسنوا من العلاقات ديالنا ونحسنوا من الطباع والاخلاق ديالنا؟ راه كاين الولد كاين البنت، البنت عندها شرف، حتى الولد عنده الشرف. ما يمكنش يكون مغتصب نطبلوا ليه ونشكروه ونظلموا البنت ونلوموها هي. هادشي ما يمكنش. ايوا المهم هاد النهار اصدر حكم حكم صادر بخصوص على اخ المفرقع البيدوفيلي حتى هو. البيدوفيلي اللي اغتصب هي اللي عندها 13 لها محكموا عليه. تعرفوا شحال باش حكموا عليها؟ نخليكم توقعوا لتحت، ولا ما تقدروش تستناو ولا ما تقدروش تصبروا. ايوا المهم حكم غير متوقع. حكموا عليه ب16 عام. غير كنضحك ما تصدقونيش. وحكموا عليه غير ب6 شهور بحال وكأنه سرق غير بيضة من الحانوت، ولا هرس البيضة ولا اغتصب بيضة. واش شفتوا الظلم كي داير؟ والظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن القضية باقي ما تلت، وخا صدر الحكم نتيجة واعتبارا لعدة أمور دخلوا في هذه القضية. وراه قالت لكم أمو ذاك النهار كان يلا شي أسبوع فاش دخل. ما تفرحوش احنا الحمد لله ولدي راه بريء براءة ذئب من دم يوسف. وحتى سرقلتها لأنهم كانوا عارفين اش كيسرق في الكواليس، وعارفين اشنو موجدين باش ولدهم يخرج كالشعرة من العجين. وداك الشيء اللي وقع راه المفرقع كان وعدكم بأنه ما غيحسن حتى يخرجوا أخوه من الحبس. وداك الشيء اللي داروه واخا ما خرج، ولكن كان عارف باللي غادي يخرج عما قريب. ومشى حسنا ب3 أيام بعد داك التصريح المشهور: انا ما غنحسنش حتى يخرج خويا العزيز عليا. كنت تلقاوهم ناشطين ضاحكين، يا سفر يا عكار يا شاندا العجوزة ولات صغيرة سبردينة. واش غادي نقول لك؟ مع كاع هادشي صحتها دير الشاندا تمشي دير رياضة تمشى، هادشي ماشي مشكل. ولكن وبنت الناس اللي ضيعوا ليها مستقبلها دابا هذيك كيفاش غدير؟ واش نوض تندق من راسها تاخذ حقها بيديها؟ شي مرات الانسان كيكون مضطر باش يدافع على راسو، كيكون مضطر. ولهذا تلقى الله يستر ونجينا كياخذ حقه بيديه، حيت شي مرات كيكون مظلوم من عدة جهات ومن عدة أطراف. مظلوم من المجتمع. القضاء شي مرات ما كنسوش، واخا هي الدلائل والإثباتات كلشي راه موجود، ولكن يا إما شي مرات الدفاع ما كيقومش بالواجب ديالو كما ينبغي، يماطل ويكون الدفاع ضعيف ما كيديرش مجهود، يا إما شي مرات حتى المادة كتلعب الدور ديالها، ولا شي مرات كيحالفهاش الحظ
اولا كيتلاعبوا في الامور بطريقه او باخرى. وحتى داكشي من الشيطان اللي كيهضروا عليه بزاف ديال هاد الاسره المشوهه، كتهضر عليه بزاف دائما، خصوصا السريعه والعجوزه وحتى المفرقع، دائما كيتهموا به. سعاد راكي كديريه، يلاه حتى واحد الفيديو السريعه كتتهم زوجته الاولى بطريقه غير مباشره، وحتى هما لا تلقى الناس كيهضروا بزاف ديال هاد الامور السيح والشعوذه، وكن على اي يقين بان هاد الناس هم اللي كيصدموا بزاف هاد الامور. داكشي اللي في بالهم وداكشي اللي كيديروهم كيتهموا فيه الناس الاخرين، كيديروا الاسقاط النفسي المرضي باش الناس ما تسبقش تتهمهم هم، كينوضوهم يتهموا الاخرين. وهذا الشيء اللي كيوقع في هذه الاسره المشوهه، هما اللي كيمارسوا الشعوذه، هما اللي كيمارسوا السحر والعياذ بالله، هما اللي كيمارسوا في التعليم كيتهموا الاخرين. ايوا العداله الالهيه كاينه وغادي نشوفوها في الارض. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، كثرونا لي لايك والدعوات ديالكم مع ايا ينصفها ياخذ الله حقها. وما تنساوش تهجموا علينا بالاشتراكات اللي هي مهمه.